كون الحل اسهل طبيعه الشيء هو كانت توضع قوانين، لجنه مستقله بالفعل مستقله يوضع القانون، المعايير التي تسمح بنشر هذه الوثيقه وعدم نشر هذه. طبعا بعد الملاحظات تتعلق بالكتاب الاسود تسجل، وصحيح ربما تكون فما بعض الاخطاء تثبت في بعض الاشخاص مثل الموظف يقول لك نترجم انا شو معناها في الرسمي، هذا صحيح، ولكن ما نجموش نكونوا ضد موقف السيد الجمهوريه اللي خذاه، لان العداله الانتقاليه تعطلت وقتها، قانون فتح الارشيف تعرقل بفعل فاعل، فما حتى حد يحب يحسب فحسم هو بطريقته. المناحه القانونيه قلنا راهو فيها اشكاليات ماهيش جزائيه، ولكن فما اشكاليات ربما يجر عنها تحمل المسؤوليه، ولكن على كل حال زاد فما شيء لازم يصير في اطار العداله الانتقاليه، مش للانتقام ولا مش تعرفوا الناس جزء من المسائل والمعاناه السابقه. نحن خرجنا بيان في الموضوع هذا كتيار ديمقراطي، كنا تصورنا في سطرين هذاك الماضي، اما راهو فقرات وفقرات تعملت من بعد مقترحات كيفاش نحلوا مشاكل الصحافه في المستقبل، باش ما عادش يجي بعد 30 سنه حد يقول لك والله كنت مضطر باش نكون معناها خاضع للسلطه. لا يا سيدي ما تخضعش للسلطه، ما تخضعش لمراكز النفوذ، نحبوا جمله من الاجراءات تحسن وضع الصحافه التونسيه والمكتوبه ولا السمع البصري، خلي يكونوا في احسن وضع وخلي يوصلونا اعلام حر ونزيه وتعددي، وما يكونوش خاضعين لمراكز نفوذ مالي ولا لسلطه كانت. اللي يهمنا هو المستقبل بصراحه، هذا هو اللي نركز فيه في التيار الديمقراطي.